بسم الله واهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده ان شاء الله عندنا تقرير سوق الجمعة بتاريخ 29/1/2021. قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت اول مرة تزورني في القناة اتمنى ان انت متنساش تشترك وتفعل الجرس، علما بان بيكون عندنا مسابقات كتير جدا. وان شاء الله في الفيديو ده هنعلن في اخر الفيديو عن فايز كسب بجوز كوكتيل كنا اعلنا عنه الجمعة اللي فاتت. هنعلن كل التفاصيل في الفيديو ده، ما تنساش ان انت تتابع الفيديو للاخر، وهعلن عن المسابقة الجديدة ان شاء الله في وسط الفيديو ده. فاتمنى ان انت ما تنساش تشترك حتى وتتابع. يلا بينا نبدأ الفيديو والتقرير مع بعض، يلا بينا. مبدئيا السوق كان في حاله كويسه، كان في اقبال كويس جدا من الناس، كان في نقدر نقول زحمه. الكثافه كانت زايده شويه عن الجمعه اللي فاتت. العرض كتير ما شاء الله، والشراء برضو كانت الدنيا شغاله. طلبيات التصدير او اللم ما كانتش موجوده. خلونا نبدا دلوقتي مع اسعار البادجي اللي كانت تقريبا الزغاليل الجوز عامل 60 جنيه. ده بالنسبه للالوان العاديه. بالنسبه للفواتح كان الجوز بيزيد حوالي 70 75، دولت اللي هم الالبينو واللاتيني. بعد كده بالنسبه للانصاص كانت بتبدا المستويات من اول 250 جنيه للجوز. نقدر نقول ان هي حاجات مقبوله، كانت بتزيد لحد 650 جنيه. بعد كده بالنسبه للفالو، الفالو كان يعني نقدر نقول ان سوق الفالو بقى ميت خالص في مصر. جوز الفالو بيعمل حوالي 160 جنيه، ويعني جوز نقدر نقول ان هو كمان شغال. فالفالو للاسف سوقه في مصر بقى مضروب جدا، ما يعني كان جات عليه فتره زهوه قبل كده وكان اشتغل فيها. بعد كده للاسف هو ريح وانهار تماما. بعد كده بالنسبه للريمبو اللي الطلب عليه ستيل كتير قوي، لسه الطلب على الريمبو كتير والعرض قليل، والسوق مليان تركيبات ريمبو بس مش مليان ريمبو. الجزء الريمبو بقى الحاجات الكويسه كان بيبدا الجزء من اول 600 بيزيد ل 1200 جنيه. ده طبعا بالنسبه للسن يعني والمستوى. بعد كده بالنسبه لنقطه انا حابب انوه عنها، ان الاسترالي الالبينو واللاتيني، في ناس كتير دلوقتي هواه بيجمعوا. يعني لو انت نازل معاك جوز واحد مثلا هيتباع، جوزين هيتباعوا. الطلب على الالبينو اللاتيني الاجواز الشغاله مطلوب. بالنسبه للبادج العادي الجوز الشغال بيبدا من اول حوالي 95 جنيه. الالبينو اللاتيني بيبدا الجوز من حوالي من 110 120 جنيه، بيزيد لحد 150 جنيه. يعني دلوقتي بقى الجوز بيزيد لحد 150 جنيه. وكان في حد معاه جوز استرالي عادي معاه 4 زغاليل بكامل. الجوز ده بيقول لك ب 400 جنيه. طبعا لو انت واحد مبتدئ ومش عارف الدنيا ماشيه ازاي ولقيت جوز معاه زغاليل هتقول والله الجوز حلو فهتشتريه. انما الرقم ده كبير جدا، لان الجوز لو مضمون يعني جوز الوان عاديه ومضمون، الجوز هيعمل له 110 يا عم. والزغاليل 4 زغاليل هنقول الزغلول هيعمل له مثلا 30 جنيه. فانت بتقول 120 جنيه كمان زائد 110 يبقى 230 جنيه. والقفص ب 20 جنيه مستعمل او 30 جنيه مستعمل، فاقصى حاجه لو يعني بتقدير كبير قوي 250. لكن 400 جنيه ده رقم مبالغ فيه جدا جدا. وكان فيه للاسف يعني ناس كتير مش عارفه وكانت بتقف وتسال وتحاول تفاصل في 50 جنيه، وطبعا ده يعني مش كلام مش كويس او ارقام كبيره. بعد كده خلونا نتنقل للكوكتيل وهو سيد الموقف معانا دايما طبعا. خلونا نبدا مع الكوكتيل اللاتيني اللي سوقه مريح جدا جدا. جوز الكوكتيل اللاتيني الزغاليل عامل 250 جنيه. الجوز الشغال بيبدأ من 450 500 550 احيانا 575. بس دي في حالات نادرة جدا، بيكون واحد نازل بالجوز اللي هو خلاص يعني فعلا مستموت عليه مش عايز يبيعه، لو بيرمي السعر اللي هو لو مسك في السعر ده هو مش عايز يبيع. بعد كده بالنسبة للكوكتيل الحبشي كانت الزغاليل بتعمل 160 جنيه. ده سعر الجوز طبعا. بالنسبة للشغال كان بيبدأ من أول 230 بيزيد ل 280 جنيه على حسب مستوى الجوز. علما بأن أكتر البيع والشراء اللي شغال في السوق هو من الكوكتيل الحبشي، الدكر الحبشي آسف. البيع والشراء شغال مع الدكر الحبشي حلو جدا. الدكر عامل 120 جنيه لوحده. معظم الناس اللي بتبيع كوكتيل حبشي بتبقى سلاكة مليانة، عشان بس لو انت نازل السوق تشتري حبشي ما تتلخبطش. دايما الكوكتيل الحبشي تحديدا بتبقى سلاكه مليانه وانت بتطلع ذكر وانتهى منها. بعد كده بالنسبه للكوكتيل الفون نقدر نقول هو تقريبا نفس اسعار الكوكتيل الحبشي. اما عن الايزابيلات فالجزء الزغاليل او الفروخ كان بيعمل له حوالي 220 جنيه، بيبدا من اول 200 ل 220 جنيه. اما عن الشغال فكان الفرد بيعمل حوالي 175 170 150 في الحدود دي. بعد كده بالنسبة للألبينو فالألبينو برضو نقدر نقول إن هو سوق رايح شوية. كان الجوز بيبدأ الزغاليل من أول 900 جنيه، يعني الحتة بتعمل 450 جنيه وده سعر حلو جدا ليها. كانت بتزيد لحد حوالي مثلا 1000 1100. أما عن الشغال فكان بيبدأ من 1600 جنيه بيزيد لحد 2000 جنيه، على حسب ايه مش على حسب اي حاجه. واحد تقول له يقول لك ده يعني عشان بقى ده الجوز ده مضمون ومش مضمون. طبعا كلمه السوق مضمون احنا ما بناخدش بيها، لان ديت يعني كلام السوق ما بيعتدش بيه. يعني انت لو حد قال لك على حاجه في السوق وانت رجعت لقيتها فيها 100 بلوه ما بتعرفش ترجع له. بعد كده خلونا نتنقل من الكوكتيل الالبينو للكوكتيلات الفرنساوي. خلونا نبدا مع الفرنساوي الوايت فيس. دكر الوايت فيس كان بيعمل حوالي من 300 ل 350 جنيه. النتال ايزابيل الفرنساوي
او قبل ما نروح للايزابيل الفرنساوي نروح نكمل مع النتايه الوايت فيس. كانت النتايه بتعمل حوالي 250 جنيه. بعد كده بالنسبه للايزابيل الفرنساوي كانت النتايه بتعمل من اول 300 ل 375 جنيه. احجام كانت كويسه، كان في منها كام حته كده ما شاء الله عليهم، يعني ما شاء الله كويسين جدا. ده كده كان بالنسبة للفرنساوي. بعد كده يعني واخيرا بالنسبة للكوكتيل، المصبعات بمستوياتها. المصبعات كانت بتبدأ الجوز من اول 450 جنيه شغال، بتزيد لحد 850 جنيه. كان في بصمات تحف، يعني كان في واحد معاه كام حته كده بسم الله اكبر، كان الجوز منهم عامل 850 جنيه. دي بصمات عاديه مش فرنساوي، وكان السعر مبالغ جدا جدا، لان هي عداله الجوز مثلا احنا بنقول بصمه 650 او 600. كان بس كانت بصراحه ربنا كانت البصمه جميله جدا، كان الفرد كله لونه تحسه بريل، وفي بصمه في الظهر بالظبط، الريش الديل ما فيهوش ولا نقطه غامقه، واللي حاجات ما شاء الله مستوياتها تحفه. فهو صاحبها كان يعني ضارب سعر جامد قوي قوي. بس الحاجات كانت تحف، يعني الحاجات كانت تحف. انا يعني من رؤيتي ما شفتش ان هي اتباع منها حاجه، بس يعني لو السعر كان هاوت شويه كان ممكن انا شخصيا اخد، لان فعلا كانت الحاجات جميله يعني. ده كده كان ملخص اسعار الكوكتيل عندنا. خلونا نتنقل مع الروز والفيشر، اللي سوقهم يعني بينتعش فترة، يعني كل فترة كده بينتعش سنة بسيطة وبيريح تاني. خلونا نبدأ مع الروز. هنبدأ مع الجرين ريد فيس واللاتيني، اللي الجزء الشغال منهم بيبدأ من 250 ل 320 جنيه دلوقتي، ودي كده زيادة كبيرة جدا بالنسبة لأسعارهم. أما عن الزغاليل فالجوز بيبدأ من أول 150 لحوالي 180 جنيه. بعد كده بالنسبة للروز الألبينو فالجوز بيعمل من الزغاليل، كان يعني في آخر جمعة كان الجوز بيعمل 500 جنيه. طبعا مش محددين الجنس. بالنسبة للجوز الشغال كان بيعمل حوالي 1100، وده طبعا سعر مبالغ جدا، لانه كان بيبدا من اول 900 جنيه قبل كده. يعني الجوز قبل كده كان ب 900 جنيه، بعد كده 1100، فده انا شايف ان هو رقم كبير جدا عليه. ممكن عشان هو بقاله فتره يعني شحيح في السوق شويه، فمش عارف. بعد كده بالنسبه للاوبلاين اورنج كان الجوز الزغاليل بيعمل حوالي 400 من 450 ل 550 جنيه. والجوز الشغاله للاسف ما يعني ما حصلناش سعرها الجمعه دي، فان شاء الله نعوضها في الجمعه اللي جايه. بعد كده خلونا نتنقل من الاوبلاين اورنج ونروح للفيشر بقى، نخرج من الروز ونروح للفيشر. الفيشر الذهبيات كان الجوز بيعمل 350 جنيه. ده بالنسبه للحاجات الكويسه. الشبابيات اللي هي على شغل او اللي خلاص هتشتغل بتبدا من 300، وشايف ان سعرها ما شاء الله يعني كده ابتدى سعرهم يزيد. وفي اقبال، انا شايف ان في اقبال شويه على اسعار او على طلب الفيشر الذهبيات، مش عارف ليه بس ما شاء الله يعني في اقبال عليهم، والناس اللي معاها جواز كويسه بتتباع. دلوقتي خلينا نتنقل من الروز والفيشر، نتنقل لعيله الفينش اللي هنبداها مع الزبرا فينش، اللي كان بيبدا سعر الجوز من 70 75 جنيه. بالنسبه للابيض والجراي طبعا من ده على ده، يعني دوت في وسط ده. بعد كده بالنسبه للجاوا، الجاوا كان بيعمل جوز من 300 ل 350 جنيه، دوت بناء على ايه، فاتح او غامق، اللي هو الجراي او الابيض. بعد كده بالنسبه خلونا نتنقل من الجاوا ونروح للزبرا الفراوله، الجوز كان بيعمل 150 جنيه. بعد الزبرة الفراولة كان فيه اللي هو الويفر فينش، اللي هو العصفور الاسود اللي شبه الزبرة اللي فيه اورنج في جسمه، لسه محافظ على سعره 350 جنيه الجوز، مش راضي ينزل. لان برضو لحد دلوقتي محدش في السوق جابه غير نفس الشخص اللي كان جايبه، وهم شوية اللي عنده عمالين يقلوا وبيخلصوا ومفيش جديد. فمش عارف بقى العصافير دي نظامها بعد كده ايه في السوق. بعد كده بالنسبة للكناريا والحسون، الكناريا كان تقريبا في نفس اسعارها، جزء من 650 ل 850 الشغال. الحسون كان في حاجه غريبه شويه، ان الحسون كان دايما بنتكلم ان الجوز ب 400 جنيه. كان في حد معاه جوز كان بيقول لك ب 1200 جنيه. طب ايه الرقم ده؟ طب ليه؟ طب ايه؟ طب ما فيش، هو الوحيد اللي يعني اللي قابلناه معاه حسون بيقول لك الجوز ب 1200 جنيه. انا ما شفتش في حياتي حسون ب 1200 جنيه. كده كده هو دايما عصفور صيد اصلا، فيعني بيبقى احتماليه ان هو يموت في الاسر كبيره، ومعظم اللي بياخدوه لو لقوه ما كلش بيطيروه، فانت بتشتريه على امل ان هو يعيش، فاهمني؟ فرقم 1200 جنيه ده انا شايف انه رقم مبالغ جدا جدا، وغالبا ما اتباعش يعني. بعد كده خلونا نتنقل سريع على الاسعار الببغاوات، اللي هنبداها مع اسعار الدور الهندي اللي كان الجوز الشغال بيعمل 350 جنيه. بالنسبه للسانكونيور كان الجوز بيعمل حوالي من 9 ونص ل 11000 على حسب، يعني على حسب الوانه او على حسب صحته. بالنسبه للدور الامريكي كان الجوز بيعمل من 11 ونص ل 13000. ده كده تقريبا كان ملخص لاسعار الببغاوات. كان طبعا اللي موجود من الكاسكو هو اللي موجود كل جمعه، هم نفس الكام حته عين اللي متمرمطين في السوق وطالع عينهم متبهدلين والله دول في السوق. كان الحته بتعمل حوالي من 6 ونص ل 7000 جنيه، وطبعا بيجعروا خايفين مقضين حياتهم في زحمه ودوشه، والكاسكو تحديدا بيكون قلقان جدا في الدوشه فبيفضل يجعر. فده كده كان الملخص اسعار السوق. قبل ما نقول شويه تعليقات على السوق، حابب ان انا اعلن لكم عن المسابقه الجديده. ان شاء الله الجمعه اللي جايه هنرجع تاني
عندنا الفايز اللي هيكسب هياخد ان شاء الله الجمعه اللي جايه هياخد جوز عصافير استرالي، الى جانب مجموعه فيتامينات كامله بسعر 100 جنيه، الى جانب خلطه كيس من بذور الطاقه، كيلو بذور طاقه هديه. فكده المجموع الهديه بتاعته هتكون مكونه من 3 حاجات: كيلو بذور طاقه دوت بسعر 40 او 45 جنيه، والى جانب مجموعه فيتامين ب 100 جنيه، وجوز عصافير يعمل له حوالي مثلا 80 جنيه. فما شاء الله كده الجائزه يعني داخله لها في 200 وشويه وهديه حلوه. خلونا دلوقتي نعلن عن الفايز. طيب دلوقتي واخيرا بالنسبه للمسابقه، اللي كسب جوز الكوكتيل اللي ببلاش، طبعا هم جوز شبابيات. احنا ابتدينا المسابقه ب 250 اسم اخترناهم من اكتر ناس فعالين في القناه، مشتركين ومفعلين الجرس. الناس اللي كانت كاتبه كومنت في اكتر من فيديو، الناس دي كلها دخلت من ضمن 250 اسم. دلوقتي صفيناهم ل 10. طبعا التصفيه دي كانت من خلالنا احنا، يعني كنا بنختار مثلا مثلا ناخد اسم من كل 20 اسم، اسم من كل 50 اسم، وهكذا لحد ما اخترنا طلعنا 10. بعد كده دلوقتي ال 10 دولت هم دولت هنخلي كوكو يختار واحد من بينهم، اللي كوكو هيختاره هو اللي هيكسب. كوكو هيختار ورقه واحده من دول والورقه اللي كوكو هيختارها هي اللي هتكسب. اهي في ورقه كوكو سحبها، شكرا. اللي كسب باسم مريم طارق، الف مبروك مريم طارق. تكتب لنا تعليق في الفيديو بتاع السوق دلوقتي ده في التقرير، هنديها لينك قناه الفيسبوك، عشان لينك فيسبوك بيج، اسف. تعالى يا كوكو، لينك بس انزل لينك الفيسبوك بيج علشان تبعت لنا الرقم تليفون عشان تستلم الجايزه.